ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل فرخيه مشويه. هنشويها في الاير فراير النهارده، بجد هتعجبكم قوي. ولو لو مش عندنا الاير فراير ممكن نشويها في الفرن عادي. نحطها في صينيه وفي الفرن. بس التتبيله بجد حلوه وسهله، يعني مفيهاش اي حاجه غريبه. معايا واحده من البصل كبيره، وواحده من الطماطم برضو كبيره، معلقه من الكمون. كمون بجد عطى طعم حلو قوي. ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من السبع بهارات. ومعلقه معلقتين من الملح، عشان دي فرخه كبيره شويه، فهنحط معلقتين من الملح. وهحط معلقتين زيت كبار، ممكن زيت عادي وممكن زيت زيتون، براحتنا يعني. بس هبدأ بقى اتبل الفرخية الحلوة دي، وهسيبها ساعة بالظبط في التتبيلة. ولو طبعا من بالليل هيبقى حلو قوي برضو. هتشرب من التتبيلة وهتبقى تحفة برضو، بس هي ساعة والله برضو يعني طعمها كان تحفة. بس هبدأ بقى يعني الفرخة غسلها كويس قوي، ومصفياها في المصفى كده زي ما انتوا شايفين، عشان ما يبقاش فيها اي مية. وبعد كده هبدأ بقى اتبلها. انا فاتحاها من الظهر كده. يعني الفتحة دي اللي هي بتاعت الشوي، بس مش خليها من العظم ولا حاجة. يعني شويها زي ما هي. بس هبدأ بقى يعني احشيها كده بالفراخ بالبصل والطماطم، يعني وادخل كده تحت الجلد. وهعمل فتحات في الصدر برضو، لان الصدر بيبقى فيه لحم شوية. هعمل فتحات كده برضو وادخل البصل فيها والطماطم. بس بجد تتبيلة حلوة قوي ومفيهاش اي حاجة غريبة يعني. هو طماطم، بصل، فلفل اسود، ملح، كمون، وسبع بهارات. هبدأ بقى يعني هعمل فتحات كده بالسكينة في الصدر بتاعها. بصوا، وهدخل بقى من التتبيلة كده في الصدر. عايزة اقول لكم طعمها بجد حلو قوي. يعني في ناس كتير مش بيحبوا الصدر، يعني عشان بيبقى فيه لحم كتير. بس بالطريقة دي حلو يعني. عاطي طعم حلو طبعا للشوي، يعني البصل. يعني البصل بجد بيبقى حلو قوي في الفراخ. حتى لو هنسلقها ممكن نعملها بالطريقة دي كده، ونحطها بقى في المية، يعني تتسلق برضو بتبقى طعمها حلو قوي. سبتها ساعة بالظبط، ورجعت لها تاني. ابدا اشغل بقى القلاية. والله بصوا، يعني الاير فراير دي بجد تحفة، بعمل فيها حاجات كتير جدا. يعني مش لقلي بس وتحمير، لا. يعني بشوي فيها هو فراخ. لو هنعمل صينية بطاطس بالفراخ مثلا بنعملها فيها. هعمل صينية بطاطس لوحدها برضو، يعني فاهمين؟ مش لازم بقى قلي وكده، لا يعني. انا عن نفسي كنت فاهماها ان احنا بنقلي فيها بس، لكن لا، بجد بنعمل فيها حاجات كتير قوي. والشوي فيها تحفة بجد. هحط بقى الفرخة. ونزلت برضو كل البصل اللي كان موجود فيها، التتبيلة يعني اللي كانت مش في الفراخ، حطيتها برضو. هبدأ بقى اظبطها. بصوا، هي فيها كذا برنامج. يعني فيها كذا برنامج لحاجات كتير، يعني تحمير بطاطس، في تحمير فراخ كده. بس انا بقى مش هعملها على برنامج معين يعني. هعملها على العادي. هعملها على درجة حرارة 200. برضو هظبطها على 30 دقيقة. يعني احنا ممكن نعملها، مش لازم يبقى معانا برنامج معين شغالين بيه يعني. فانا كده هظبطها بقى على درجة حرارة. بصوا، احنا بنظبط يعني في زي كده قفل لدرجة الحرارة. وفي طبعا الساعة، رسمة الساعة دي كده للوقت يعني. بنظبط برضو منها لو احنا مش هنشغل على برنامج معين. فانا ظبطتها على درجة حرارة 200 على 30 دقيقة. فهسيبها، وبعد كده ههدي درجة الحرارة شوية. يعني لقيتها اتحمرت كده وبقت حلوة، فهديت الدرجة شوية عشان برضو تستوي من جوه. بصوا، يعني خليتها 80 درجة اللي هي درجة الحرارة. يعني بعد اول نص ساعة سبتها 10 دقايق تاني، بس هديت الحرارة. بصوا بقى الشكل، اتحمرت بجد وبقت تحفة. يعني ما خدتش بالظبط ساعة الا ربع واقل كمان. خلصناها اهي. بصوا تحفة بجد. وكل الدهون بقى نزلت في القلاية من تحت. بصوا هتشوفوها دلوقتي. بصوا، كلها نزلت تحت. يعني هناكل حاجة برضو صحية ومفيهاش اي دهون. حتى لو بنحمر حاجة برضو بنفس الطريقة، بنرش عليها الزيت اللي بيبقى زيادة بينزل تحت برضو.
بس عايزه اوريكم الفراخ مستويه وتحفه وبجد طعمها حلو جدا. يعني التتبيله كمان روعه. لو مش هنعملها في القلايه زي ما قلت لكم، نحطها في صينيه ونغطي عليها بفويل، هتبقى تحفه. جربوا بقى وقولوا لي رايكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.